ازيكم يا شباب؟ في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن حركة السعر وأنواع الأسهم والعرض والطلب، وقلنا إن السعر مش بيطلع وينزل لوحده. النهاردة الحلقة دي هتبقى جامدة جدا، هنتكلم فيها عن كل حاجة محتاج تعرفها قبل ما تدخل أي سهم: الطلب الحقيقي، طلوع وهمي، التحليل الفني والأساسي، السيولة، أخبار السوق، نفسية المستثمر، المخاطرة، استراتيجيات الدخول والخروج. يعني حلقة موسعة حقيقية لأي مبتدئ. ليه السعر لوحده مضلل؟ اللي كتير من المبتدئين مش فاهمينه إن السعر لوحده ممكن يخدع. ممكن سهم يطلع فجأة بسبب شائعة أو مضاربين صغار، وبعد ساعتين يهبط تاني. السعر نتيجة للفلوس الحقيقية اللي دخلت السوق، مش مجرد رقم. علشان كده لازم نركز على حركة السوق والناس ورا السعر. مثال: سهم ارتفع فجأة بعد خبر صغير، سهم صعد تدريجي. الطلب الحقيقي والفلوس الكبيرة: الطلب الحقيقي بيساوي فلوس حقيقية من ناس كبيرة، سواء مؤسسات مالية، صناديق استثمار، مستثمرين كبار. الطلب الحقيقي بيظهر في حركة السعر تدريجيا، القيعان أعلى وحجم تداول مستقر. الفرق بين الطلب الحقيقي والطلوع الوهمي إنه مستمر ومخطط ليه، مش مجرد ارتفاع سريع ومؤقت. مثال بسيط: سهم ارتفع تدريجيا، ده بيكون بسبب طلب حقيقي. سهم ارتفع بسرعة ثم رجع هبط في نفس الوقت، ده بيكون بسبب طلوع وهمي. الفرق بين الطلب الحقيقي والطلوع الوهمي: الطلوع الوهمي بيتحرك بسرعة وبيختفي بسرعة، غالبا بسبب المضاربين الصغار. الطلب الحقيقي بيستمر، السعر بيكون ثابت نسبيا وفيه ثقة من المستثمرين الكبار. الفرق ده هو اللي بيخلي المستثمرين الكبار يكسبوا ويبعدوا عن الخسارة الكبيرة. أنواع الأسهم وتأثيرها على الطلب: في أنواع أسهم مختلفة: أسهم استثمارية، ودي بتكون شركات قوية ذات أرباح مستمرة. أسهم مضاربة، حركة سعرية قوية، مخاطرة عالية. ثالث حاجة أسهم قيادية، شركات كبيرة وتأثيرها قوي على السوق. أربعة: أسهم صغيرة، ممكن تكسب أو تخسر جامد، محتاجة حذر شديد. الطلب الحقيقي بيظهر أكتر حاجة في الأسهم الاستراتيجية والقيادية، أقل في الأسهم الصغيرة والمضاربية. مثال صغير: أسهم قيادية زي البنك التجاري. التحليل الأساسي للمبتدئين: مش كل طلوع بيبقى فرصة. قبل ما تدخل أي سهم شوف: واحد، أرباح الشركة الأخيرة. اتنين، نسبة النمو السنوية. تلاتة، التزامات الشركة وديونها. أربعة، مشاريع مستقبلية. خمسة، سمعة الشركة ومصداقية. ده اللي هيساعدك تعرف لو السهم قوي ومستمر ولا مجرد طلوع لحظي. مثال: سهم شركة بتعلن أرباح مستمرة، وسهم شركة تاني عندها ديون كبيرة. التحليل الفني وقراءة الشرط: التحليل الفني مهم جدا بعد ما تفهم الطلب الحقيقي. واحد، قراءة الشموع اليابانية. اثنين، الدعم والمقاومة. ثلاثة، خطوط الاتجاه. أربعة، المتوسطات المتحركة الموفينج افريج. خمسة، حجم التداول اللي هو الفوليوم. لما تعرف الطلب الحقيقي اللي بتحركها الفلوس كبيرة عن اللي بتحركها المضاربات، وده يساعدك تدخل السوق صح. حجم التداول السيولة: حجم التداول بيساوي كمية الأسهم اللي تم التبادل بيها أو اللي تبادل. لما تشوف حجم تداول عالي مع طلوع السعر تدريجي، ده بيكون طلب حقيقي. لما حجم التداول يكون منخفض مع طلوع سريع، غالبا ده بيكون طلوع واحد. السيولة كمان مهمة: الأسهم اللي فيها سيولة عالية أسهل في البيع وفي الشراء، والمخاطرة بتاعتها بتكون أقل. تأثير الأخبار على السوق: الأخبار الاقتصادية ممكن تحرك السوق بسرعة، زي أرباح الشركات، عقود جديدة، قرارات حكومية، إشاعات السوق. المهم تفرق بين حركة حقيقية وطاقة السوق الكبير، وحركة مؤقتة من المضاربين الصغار. نفسية السوق والمستثمرين: السوق كله بشر، يعني خوف وطمع وقلق، ده كله بيظهر في السعر. الطلب الحقيقي بيظهر لما الناس الكبيرة تتحرك بهدوء والسوق كله يسمع. المبتدئ لازم يتعلم يسيطر على طمعه وخوفه، وما يجريش ورا أي طلوع سريع. إدارة المخاطر للمبتدئين: حتى لو فهمت الطلب الحقيقي، لازم تعرف تدير المخاطر. واحد، ما تدخلش بكامل رأس مالك في سهم واحد. اتنين، وضع وقف خسارتك حسب قدرتك على تحمل الخسارة. ما تجريش ورا أي طلوع سريع. استخدم نسبة صغيرة من محفظتك لو أنت محتار في السهم. أمثلة واقعية مفصلة: هوريكم حركة سهم مشهور على مدار أسبوعين. واحد، طلوع تدريجي وطلب حقيقي. اتنين، طلوع سريع ثم هبوط طلوع وهمي.
وهنحلل حجم التداول والشموع ونفسية المستثمرين ورا كل حركة. الطلب الحقيقي بيساوي فلوس حقيقية زائد صبر زائد قراءة السوق. الحلقة اللي جاية هنعلمك ازاي تشوف الطلب الحقيقي على الشارت خطوة بخطوة وتدخل السوق بطريقة ذكية. لو استفدت من الحلقة اشترك في القناة وفعل الجرس. الكورس كله هيفيدك تبني عقلية مستثمر صح.